السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين أصدقائي صديقاتي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم القضية ديال اليوم بأفضل حال. المهم القضية ديال اليوم وقعت في الجزائر وبالضبط حي كريم بالقاسم. غنبداو عند واحد الشخص الاسم ديالو عبد القادر مزيود سنة 1972. كان شخص ملتزم وعنده محل للملابس النسائية. التجارة ديالو ميسرة والأمور المادية ديالو أيضا مزيانة وبزاف. مزوج، عنده وليدات، ولد وجوج بنات. الأخلاق ديالهم مزيانة وعلاقته مع والديه مزيانة بزاف. مهلي في مراته وفي وليداته، وأيضا مهلي في وليداته وما مخصهم من حتى حاجة. واحد السنة غيتمكن أنه يؤدي مناسك ديال الحج وغيولي حاج. حياته غادية طبيعية مزيان مع وليداته كما قلت لكم ومرته. وغنمشيو حتى نهار 14 أكتوبر سنة 2014. هنا غادي يكون نهار عادي بالنسبة للعائلة كاملة. هنا عبد القادر غادي يفيق الصباح، غيفطر، غادي يمشي الخدمة ديالو. وأيضا لما قلتش لكم أن العائلة ديال عبد القادر ساكنة قريبة ليه بزاف. كما ديما هاد النهار الاب ديالو غادي يجي يدي الحفيد ديالو اللي عنده 7 سنين للمدرسه، وخلى الام وبناتها صغار في الدار. عبد القادر كما قلت لكم مشى لخدمته، وهنا الجد وصلت 12 ديال النهار وجاب الدري من المدرسه وغادي بيه للدار عند ماما. عادي يمشي لدارو وكيدق الدار كيكتشف باللي الباب محلول. مباشرة كيدخل لوسط الدار كيكتشف واحد المجزرة اللي صادمة. الزوجة ديال الابن ديالو ميتة وعامرة طعنات وغارقة في الدمايات. وفاش شاف هاد المنظر هذا دخل باش انه يتفقد البنات، وفعلا كيدخل الغرفة ديالهم كيلقاهم حتى هما مقتولين، وحده مذبوحه من الوريد للوريد. وفاش كيقلبهم كيكتشف ان الابنه اللي عندها 4 سنوات بقى كتنفس وبقى فيها الروح. كيغوت وكيجيو الجيران وكيتصلوا بالشرطه والاسعاف اللي كتلقى البنت اللي مازال عايشه للمستشفى. ولكن مع الاسف البنت ما كيقدروش انهم ينقذوها وكتفقد الحياه ديالها. الشرطه العلميه جات وبدات كدير التحقيقات ديالها، وخداو عينات من مسرح الجريمه وبداو كيسولوا الناس وكيسولوا الجيران باش يقدروا يعني ياخذوا بعض المعلومات اللي توصلهم لهذا المجرم هذا اللي دار هاد المجزره هذه. لكن حتى حاجه ما لقاوها. جا الاب عبد القادر اللي شاف هاد المجزره هذه بقى مصدوم وما فاهم والو. كذلك العائله كيعاودوا عليها الناس بلي انها عائله مزيانه والله يعمرها دار، ما عندهم لا خصومات لا اعداء، ما كيديروا لا مشاكل لا والو. السيد خدام على وليداتو ومهلي فيهم بزاف، ما كاينه حتى حاجه اللي كتثير الشبهات. المهم كلشي كيبكي، العائله الجيران كاع الناس بقاو فيهم الام وبناتها. الشرطه باقه في التحقيقات كيحققوا مع الناس واحد بواحد باش يقدروا يلقاو شي خيط يبداو منه هاد القضيه. بداو كيسولوا عبد القادر اللي كيقول لهم يعني ما كاين حتى واحد اللي يقدر يشك فيه انه يدير هاد الحاله هادي او لا ينتقم منه هاد الانتقام هذا. كذلك بداو كيقلبوا الدار ياك ما مشات شي حاجه، يعني ياك ما تعرضوا للسرقه، ولكن لا يعني كل شيء في بلاصتو، وتاكدوا بلي ان هاد الجريمه هذه جريمه ديال انتقام وصافي، يعني ماشي جريمه او لا سرقه. بدا فيه السرقه. والمجرم اللي دار هاد الجريمه هذه مع الاسف ما خلى حتى اثر، حتى الجيران ما شافوا حتى شي حد داخل او لا خارج من الموبل او لا من ديك الدار. البوليس حاروا ما عرفوا ما يديروا، وهما كيقلبوا في ديك الحومانيت غادي يلقاو واحد الكاميرا اللي اونفاس مع الدار ديال عبد القادر، وغتكون هي الشاهد الصامت اللي غتحل هاد القضيه هذه. مباشره كياخذوا التسجيلات ديال الكاميرا وكيركزوا على التوقيت اللي وقعت فيه الجريمه. يعني في الصباح ما بين ملي جاء الجد وخدا الولد ديال المدرسه مع 8 حتى ل 12 فين رجع الجد واكتشف الجريمه. وهنا كيبقاو حاضيين شكون دخل الدار وشكون خرج. كيشوفوا هاد
اكتشفوا باللي ان واحد الوقت كتبان لهم واحد السيده طلعت وجلست مده من بعد منها هبطات. هنا كانت الوحيده اللي دخلت وخرجت كياخدوا الصور ديالها وكيخرجوهم وكيبداو يوريوها العائله اللي ما كتعرفش عليها بتاتا، ما كتعرفهاش. وايضا كيوريوها لعبد القادر. فاش كيشوفها عبد القادر كيتعرف على الصور ديالها وكيقول لهم اللي كنعرفها الاسم ديالها سكينه، في عمرها 30 سنه وكتخدم بائعه في محل ديال المكياج. وهنا كيسولوه على علاقته بها وكيفاش تعرف عليها وكيفاش هي كتعرف الدار ديالو. هنا بدا كيعاود لهم القصة من الأول حتى الآخر. بحكم أنه عنده محل ملابس نسائية كانت سكينة زبونة عنده وكتقضى عنده الحوايج، شوية بشوية بداو كيتعرفوا على بعضهم، وشوية بشوية حتى ولات بيناتهم علاقة محرمة وبدا كيخون الزوجة ديالو معها. بقات العلاقة شهور وشهور، وهنا سكينة غادي تحمل بعبد القادر وفاش غادي يعرف غادي تجيه صدمة كبيرة، وعاد فاق بلي هادشي اللي كيدير فيه ما مخرجوش ويقدر يخرج على عائلته وعلى حياته. وهنا غادي يطلب منها باش تجهض حيت خايف انها دير ليه مشاكل مع الزوجة ديالو وتفرقهم وتشتت العائلة ديالو، خصوصا انه كيبغي الزوجة ديالو وعائلته وما باغيش يخسرهم نهائيا. فبقى كيسيس معاها على اساس انه غادي يتزوج بها، وفعلا غادي تجهض سكينة وغادي يوعدها انه غادي يتزوج بها. ولكن هو الضمير ديالو بدا كيفيق وبدا كيحس بلي هادشي كامل اللي كيديرو حرام وغيخرج على حياته في مره. فما بقاش قادر على هادشي. من بعد فاش جهضات قرر انه يمشي يحج بيت الله ويغسل الذنوب ديالو كاملين ويطوي الصفحة ويبدا صفحة جديدة مع العائلة ديالو. ولكن سكينة ما تقبلاتش هاد الفراق وبغاتو يبقى معها على علاقة وينفذ الوعد ديالو حيث وعدها انه يتزوج بها. لكن هو بدا كيتهرب منها وهي بقات تابعه. وهنا عرفوا انها تقدر تكون هي اللي دارت هاد الجريمه بدافع الانتقام من عبد القادر. فمباشره بدا كيسولوا على العنوان ديالها وفين يقدروا يلقاوها، وكيمشيو يلقيو عليها القبض وغير كيجيبوها لمقر الشرطه ما كياخدوش معاها مجهود كبير، وكتبدا تعترف بلي انها هي اللي دارت هاد الشيء باش تنتقم منه وتحرق ليه الكبده ديالو على وليداته ومرته، كيف ما خلاها وكيف ما حرق ليها كبدتها حتى هي وخلاها انها تجهض داكشي اللي في كرشها. وهنا قررت انها تنتقم وتبعاته وعرفات الدار ديالو فين كاينه وفين كيسكن، وبدات كترقب العائله ديالو والزوجه ديالو. وهنا فين غادي تعرف انه الوقت المناسب باش دير هاد الجريمه ديالها هي الوقت فاش كيدي الجد الحفيد ديالو المدرسه، تما كتكون الزوجه بوحدها في الدار. وهنا نهار فاش وقعت الجريمه غادي تخلي عبد القادر تيخرج، وايضا غادي تخلي الجد حتى يدي الحفيد ديالو وغتطلع مباشره عند الزوجه وغادي تحل لها الزوجه وغادي تقول لها شكون هي، تقول لها بلي انا العشيقه ديال الزوج ديالك. كل الزوجه ما غتقبلش هاد الهضره هادي فغينوض شجار بيناتهم. وهنا سكينة غادي تجبد شنو هي دات معها اللي هي أداة الجريمة، وغادي تنقض على الزوجة ديال عبد القادر وغادي تضربها عدة طعنات وغتحطها جثة هامدة. وهنايا ما غادي تكتفيش بهذا الشيء هذا، غادي تمشي ايضا وغادي تدخل عند البنيتات اللي صغيورين. هاد السيده هادي ما عندها لا رحمه لا شفقه، كيفاش قدرت انها تقتل البنيتات؟ وحده ذبحتها والاخرى عطاتها في الطعنات وحطاتهم حتى هما جثه هامده. كما قلت لكم الابنه اللي عندها 4 سنوات لقاوها باقي كتنفس، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وهما كيبقاو غير ملائكه والله يرحمهم ساكن. صراحة جريمة بشعة
بزاف بزاف بزاف. المهم هنايا فاش غادي يجي جد هنايا فين غادي يكتشف الجريمة والأحداث اللي من بعد راكم عارفينها. مباشرة هاد السيدة هادي كيديوها للطب النفسي حيت شكوا فيها بلي أنها كتعاني يعني من شي مرض نفسي. وفعلا الطبيب فاش شخص الحالة ديالها كيتأكد أنه عندها حالة نفسية اللي صعيبة بزاف. هنايا القاضي غادي يحكم عليها ب20 سنة سجنا فقط. صراحة هذا الحكم ما كيبردش القلب حيت كتستحق كتر، كتستحق أنها تعدم حيت غصبات 3 ديال الأرواح. يعني قتلت 3 ديال الأرواح وبني واللي ما عندهم حتى ذنب، الزوجة اللي ما عندها حتى ذنب بالخيانة ديال الزوج ديالها، وأيضا البنيتات اللي غير ملائكة صغار. كانت هذه هي الجريمة ديال اليوم. نتلاقاو في قضية جديدة. مع السلامة.